النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن باللبن اللي احنا خرجناه من القشطه اللي عملناها سمنه بلدي زي ما قلت لكم. برضو انا حبيت ان انا اوريكم الفكره عشان انت لما تعملي السمنه البلدي بتاعتك ما ترموش، هتستخدمي اللبن ده في استخدامات كتير قوي. تقدري ان انت تعملي بيه فطير، اي حاجه في المعجنات، بيتزا بقى، اي حاجه تقدري تعمليها. تقدري تعملي بيه الرز بلبن، وكان طعمه جميل جدا وكريمي وبصراحه وكان تحفه جدا جدا. فانا حبيت ان انا اوريهولك عشان تاخدي الفكره وتاخدي الخطوه. ادي الشفشق الكبير دوت اللي هو بتاع الخلاط اللي مليان اللبن اللي هو بتاع القشطه، بس هو كان خفيف شويه. هنستخدم معاه بقى لبن بودره، وهنستخدم معاه لبن من اللي هو اللبن بتاعنا العادي. تمام، ده كده كيلو لبن انا غليته وركنته على جنب، وحوالي في الشفشق ده كان حوالي كيلو ونص. اوكي، حطيناه كده هو زي ما انتم شايفين. ومعاه الرز. هسلق الرز بطريقه بسيطه عادي جدا خالص في قلب الميه، وهسيبه لحد ما يستوي تماما خالص. اوكي، يغلي مع نفسه وتبقى الحبايه كده اللي انت تمسكيها في ايدك تلاقيها بتتهرس، يبقى كده الرز بتاعك استوى وتمام جدا ومفيش اي مشكله. كده انا زودت بقى شويه لبن بودره في الحله مع الرز اللي كان بيستوي. تمام، تقدري تحطي حسب الكميه اللي انت عايزه تحطيها حطيها. بعد ما الرز استوى بقى زي ما انتوا شفتوا كده وكان بيغلي كده هو مع اللبن البودره، رحت نازله عليه باللبن اللي احنا طلعناه من القشطه بتاعه السمنه، وهروح نازله عليه برده باللبن التاني اللي احنا غليناه وكنا سايبينه على جنب. هننزله كده هو بالشكل دوت، وهستمر في التقليب عشان ندوب كله مع بعضه، واخد يعني كل الحاجات اللي احنا حطيناها بطريقه بسيطه خالص مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. تمام، عايزه اقول لكم والله العظيم اللبن ده حلو جدا وبيبقى حلو جدا جدا في المعجنات. بس مع المعجنات ما بتضيفيش بقى بودر ولا اي حاجه خالص، لكن مع الرز بلبن عشان نديله بس قيمه غذائيه ونديله غناوه كده حلوه، فبنضيف معاه اللبن البودره عشان هو بيكون خفيف شويه. اوكي، ضفت بقى السكر، والسكر حسب الرغبه زي ما انت عايزه السكر ضيفيه براحتك. انا ضفت حوالي 100 جرام كده اهو، عشان احنا مش بنحب ان هو يكون مسكر قوي. وهضيف عليه كيس من الكريم شانتيه. بالنسبه بقى الحاجات الصفرا اللي في اللبن ديت اللي في الرز بلبن، سلفتي الظريفه الكبيره حطت حوالي 3 معالق من السحلب. كنت بعتها تجيب لي النشا من التلاجة، راحت حاطه لي 3 معالق سحلب، قالت لي بيديله طعم حلو قوي. والله العظيم هو برده فعلا حقيقي كان طعمه جميل، ما كانش وحش. بس عشان الناس اللي هتسال ايه اللي فيه دوت، فده السمسم اللي في قلب السحلب، بس اداله طعم جميل برده. وهنا ضفت عليه بقى الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين، وضفت عليه حوالي معلقه كبيره من النشا، عليها ربع كوبايه كده اهو من الميه. دوبتهم كويس جدا وحطيته لما غلي معايا وتقل بالشكل ده. هو لما بيبرد بقى بيمسك، وغرفته كده معاكم بالشكل هو اللي انتم شايفينه دوت، وكان ريحته جميله. استنينا لما برد دخلناه بقى الفريزر عشان كنا مستعجلين عليه بصراحه، يعني عشان عايزين ندوقه. كان طعمه جميل جدا والله وكريمي، وكل لما بيقعد اكتر ويعني بيبات مثلا لتاني يوم بيبقى حلو جدا. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه بالنسبه لكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتجربوا برده السمنه اللي احنا عملناها مع بعض عشان تستفادوا وتوفروا. ودينا اهو عملنا باللبن بالقشطه ولا حاجتين، عملنا منها رز بلبن وعملنا منها السمنه البلدي. ان شاء الله الوصفه تكون سهله وسريعه، واشوفك بقى في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.